سلام، بما أنه رمضان على الأبواب حبيت نشارك معكم وصفة تشباح صفراء، واللي هي معروفة بالأخص في الشرق الجزائري. بينها قسنطينة أكثر شيء. ونقدموها كطاجين حلو في رمضان وفي مناسباتنا كالأعراس وغيرها. والوصفة تحت فيها 3 كيلات لوز رطب بودرة، ومعاها كيلة سكر. انا نقصت شويه الكيل، نتوما هي الوصفه الاصليه فيها كيلة سكر، 3 كيلات لوز مع كيلة سكر. راح نجيب الاشواق تاعي ونحاول نرحي السكر مع اللوز حتى يندمج مليح ويدخل في بعضه وما تبقاش ما يبقاش هذاك السكر يغزغز كي نقليوها، ومن بعد راح يبان. راح نحاول نرحيها. لازم نرحيوها مليح، وتكون يكون عندكم ربو مليح. والله في هذيك الرحايه تاع القهوه انا ما حبيتش تكون رحيت فيها الكمون، خفت يعود دير الريحه تاع تغلب على اللوز، لهذا درت في الربو الكبير. ونبلوها بصفار البيض. هي كل كمية واش تحتاج. أنا دات لي حوالي ثلاثة صفار بيض، وهذاك البياض راح نحتاجوه. لازم تخليوها على الأقل ترتاح 3 ساعات ولا ساعتين، ومن الأحسن أنها تبات في الثلاجة. هنا شكلت اخرين، شكلتهم بالطابع، اللي عندها طابع تشكل بالطابع. من الاحسن يعني درك عاد كاين كلش. طوابع تاع الشباح هذوك الصغار خلاص، اختاروا الاشكال الصغيره. انا عندي غير النجمه والورده. على هذه درت اخرين، درتهم شكلتهم بيدي، كما هذا المثلث والقلب ودمعه والهلال. اشكال بزاف شكلتهم غير بيدي. كما تشوفوا نحاولوا نديروا خدمه متقونه وخدمه متحوفه باش تجي الاشكال تاعنا مليحه وباهيه. هنا تقدروا ثاني تشكلوا ديروا مستطيل بالموس و... وديروا مربع، مش مستطيل، مربع، وتقسموه على 2 كمثلثات. وانتم تديروا الشكل اللي حبيتوا. انا هنايا درتهم في بياض البيض، عفوا. نديروهم في بياض البيض ونحاولوا نمسحوهم. قبل ما نحطوهم يتقلاو لازم نمسحوهم. كيما درت المونتاج راهو شويه لا فيديو شويه ما على باليش عليه راهو راقد. المهم باش نبين لكم طريقه بالتدقيق. هنايا راح نحط كامل الكميه تاعي، ماشي كامل، قس ما نحطهم في الصحن تاعنا. كما قلت لكم من الاحسن انه الشباح كي نديروها عجينه كي نلموا العجينه تاعنا نحاولوا انه نعجنوها شويه باش تجي حكمه روحها. نحطوها في الثلاجه تبات، ولا لا عندكم الوقت نقولوها ديروها من نهار قبل. ديروها وحطوها في الثلاجه تبات، ومن غدوه جبدوها حطوها ترتاح واحد 10 دقائق ربع ساعه وبداو تخدموا. انا الحق درتها حطيتها غير 3 سوايع، رتحت شويه ومن بعد بديت نخدم ديريكت. ساعات ما يكونش عندنا الوقت. راح ندير كامل الكميه تاعي، نحطها في البيض ونمسحها كما راكم تشوفوا بهذا ورق السوبالين. نمسحها كامل باش هذاك كي نحطها تستقلال ما يخرجش البيض على
ما يفسدلناش الشكل وراح يطيب تولي فيها ريحة ماشي مليحة. هنا نعطيكم استوس، جوست الزيت راح تحطوها تسخن مليح، زيدوا لها النار تسخن مليح، ومن بعد نقصوا لها خلاص، نقصوا لها النار، ونحطوا الاشباح، ولازم تخليوها غير تصفر ونقلبوها، من بعد نحيوها ونخليوها تبرد تماما، تبرد خلاص، ومن بعد نعاودوا لها نفس الطريقة، يعني نعاودوا نحطوها في بياض البيض ونمسحوه ونعاودوا نقليوها للمرة الثانية. كما راك تشوفوا هنا راني نقلي فيها نقلي فيها للمرة الثانية، ولازم تحصلوا على اللون هذا الدوغي اللي ما يكونوش حمر بزاف، لانه من بعد كي نحطوهم في العسل، ماشي في العسل، في الصيغو تاع تاع الطاجين تاعنا، راح تحمار بزاف، راح تاخذ لون فونسي شويه. لازم تدي هذا اللون الذهبي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وما تنسونيش باللايك والاشتراك اللي اول مره يشوف القناه تاعي. اذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك وكومنتير هكا باش تشوفوا الفيديوهات اللي جايين، وكي نحط فيديو يجيكم الاشعار باللي راني حطيت لي فيديو. ان شاء الله نتمنى لكم رمضان كريم، وان شاء الله ان شاء الله تصوموه بالصحه والهنا، وما ننساوش خوتنا في غزه بالدعاء، وان شاء الله يا ربي يفرج عليهم ويرحم شهدائهم، ان شاء الله يا ربي يفرج عليهم ويكون معاهم. والله ما يعني يعجز اللسان على التعبير، ما لقينا وش نقولوا، قلوبنا تقطعوا عليهم. السلام عليكم.